أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم باش نحكيو على ملامح تشكيلة المنتخب التونسي والملاعبية اللي ممكن سامي طرابلسي يوجه لهم الدعوة، وكما في أي قائمة ديما موجود المظلوم اللي ما جاش، وموجود اللي يستحق اللي يكون موجود. ما تنساوش قبل ما نبداو الفيديو تعملوا اشتراك في القناة، ونستنى نستنى تعليقاتكم في آخر الفيديو. بالنسبة لحراسة المرمى، من المفروض المرة هذه فما 3 حراس أكاو، ما فماش 4، وفي حد ذاته هذا يسمى إنجاز للكرة التونسية، على خاطر مؤخرا مدة 3 سنين الأخرانيين ديما 4 حراس من أجل المحاباة الفريق هذا ولا الفريق هذا ولا الفريق هذا. مبدئيا 3 حراس أكاو، موجود كالعادة بشير بن سعيد ودحمان، هذا أكيد. في خط الدفاع ممكن خط الدفاع هو ستابل في الكرة التونسية كالعادة، مرياح، الطالبي، نادر الغندري، هذوما علي أغرام، هذوما موجودين بنسبة 80%. الجديد على الجهة اليمين عز النفاتي اللي مش تتوجه له الدعوة لأول مرة. يان فاليري اللي الجهة اليسار بحكم غياب علي العابدي اللي عنده شهر توا من اللي تضرب ما رجعش يلعب. فما مرتضى بن وناس، وممكن تتوجه الدعوة للاعب الترجي التونسي بن حميدة. بالنسبة للجهة وعيسى العيدوني، حاج محمود في خط الهجوم. موجودين الياس سعد في خط الهجوم، الياس سعد، شواط، الماستوري، وممكن دعوة لأشرف المجبري. وبالطبيعة الوافد الجديد وبعد البوليميك اللي صارت نفرحوا به ونرحبوا به، هو باللاعب الجديد اللي هو اسماعيل الغربي. وكذلك موجود ممكن ياسر يكون موجود خليل العياري. بالنسبة هذه الملامح نتاع التشكيلة نتاع المنتخب التونسي ممكن يقدم لها الدعوة سامي طرابلسي. واكيد كما اي قائمه فيها الزايد وفيها الناقص، ممكن ثم ملاعبين اخرين توجه لهم الدعوه، وكما ثم ملاعبيه ممكن ما توجه لهمش الدعوه من اللي سميتهم. وفي منتخب ال4 سنين الجايين معناتها معدل اعمار يكون صغير، كما خليل العياري، اسماعيل الغربي، حنبال المجبري، مع علي غرام في الدفاع، ممكن لاعب اخر يكون صغير. معناتها يلزم نظره استباقيه، ونظره تخلي الكره التونسيه نجم نقارعوا بها الفرق الكبار في افريقيا، على غير المنتخب المغربي اللي طار تيران. المنتخب المصري نشوفوا اللاعبين المنتخب المصري صحيح عندهم اقل لاعبين من المنتخب التونسي يلعبوا في اوروبا، لكن لاعبين يلعبوا في اقوى الفرق في اوروبا. كيف المنتخب الجزائري، ما نحكوش على المنتخبات الافريقيه على غرار الكاميرون، نيجيريا، كوت ديفوار، مالي. يعني لازم نظره استباقيه باش نوصلوا نقدروا نقارعوا الفرق هذه، لكن بالطريقه هذه وبالمحاباه وباللاعب عمره 35 سنه و36 وبلاصته ما تنحاش ويلزم يجي المنتخب. لازم النظره تتغير، ونعطوا فرصه للاعبين الصغار. كتجيب لاعب صغير ما يلزمكش تخليه على البنك 3 و4 ماتشات وتدخله 10 دقائق و15 دقيقه ويبدا المنتخب خاسر واحد بلاش. ايش باش يعمل اللاعب هذا؟ ما يقدر يعمل حتى شيء. والامثله كثيره على سبيل الذكر الياس سعد، معناتها هذه ممكن سادس ولا سابع دعوه تجيه المنتخب. احصائيا ممكن لعب 20 دقيقه ولا شوط هكاو، معناتها في حين لاعب مترشق في البوندسليغا ويقدم في مستويات كبيره ياسر. معناتها خلي نعطيه فرص للاعبين هذا، بخلي يلعب ماتش واثنين وثلاثه وما يسادش، يغلط المره الاولى والمره الثانيه والمره الثالثه لين يتحسن هو. ومعناتها يعني لازم تتغير الفكره نتاع ما فماش حاجه اسمها تجي تو. لازم ماتش 2 3 4 5 باش الفريق يقدم وتعمل حاجه باهيه في المنتخب التونسي. ان شاء الله معناتها يعطيوا فرصه للاعبين اللي مش يجوا جدد هذوما. وعلى لاعبيه اللي ما همش موجودين والناس تتسائل، مثلا العاشوري، الصخيري، علي العابدي كما حكيت عليه قبل،
يعني مضروبين هذوما 3 لاعبين مضروبين، ممكن ياسر ما توجه لهمش الدعوة على خاطر عندهم أكثر من شهر. بالنسبة للياس العاشوري أقل، هو عنده ضربة صغيرة، إن شاء الله يرجع في أفضل حالاته، وإن شاء الله يرجع للمنتخب ويقدم الإضافة إن شاء الله. شكرا وبارك الله فيكم على المتابعة. ما تنسوش الاشتراك في القناة، ونستنى تعليقاتكم للفيديو الجاي إن شاء الله.